الزمالك عشان يبقى فيه تنميه موارد، يبقى الزمالك قادر على انه يبقى عنده اكتفاء ذاتي، ويبقى عنده مصادر الدخل بتاعته، ما يحتاجش في وقت من الاوقات لاي حد يمد ايده ليه. عيب. بس مهما يحدث من ازمات ماليه، مهما يحدث من اهتزاز مادي واقتصادي، لا يمكن ان يصل نادي الزمالك ان يستجدي عطف الناس ليحصل على تبرع، والمستشار جلال ابراهيم او مجلس اداره يقول هنفتح حساب بنكي، والحمد لله انه في البنك على السيده زينب احسن، والحمد لله انه في البنك عشان ياخد على رقابه الدوله، وكانه شيء طبيعي يعني. للاسف حتى حاجه مؤسفه ومخجله. للاسف الزمالك كابتن حلمي اصبح ما يهدر قيمه نادي الزمالك، اصبح سلوك عادي، يعني الناس ما بتقفش قدامه. المشكله يا استاذ محمد ايه؟ انه يقول لك المشكله في ابناء نادي الزمالك. هم فين ابناء نادي الزمالك؟ ولا واحد من دول ابن نادي الزمالك، ولا واحد. من دول فين؟ من اللي ماسكين النادي ما عدا طارق غنيم اللي في مجلس الاداره، المجالس الاداره المتعاقبه، واحد او اثنين. يعني المستشار جلال ابراهيم مش ابناء نادي الزمالك؟ المستشار جلال ابراهيم يعني ما اعرفش انه لعب كره في نادي الزمالك ولا لعب باسكت ولا لعب كده. تقصد ابناء كرياضيين يعني؟ ما هم الرياضيين هم اساس الزمالك. الرياضيين هم اساس الزمالك. ويقول لك ابناء الزمالك، مع ان احنا بعاد جدا عن نادي الزمالك، احنا بعاد غصب عننا. يعني احنا نتمنى ان احنا نكون جوه نادي الزمالك وفي قلب نادي الزمالك. انت بتتألم من احوال نادي الزمالك؟ طبعا. شايف ان نادي الزمالك ينهض امتى؟ مثلا بعد 30 سنه؟ اشك. مع استمرار هذه المجالس وهذا التكالب وتفضيل المصلحه الشخصيه على مصلحه نادي الزمالك لكل المجالس اللي بتيجي المتعاقبه. اعتقد ان يعني صعب. عايز اترك بعض الدقائق لبتروجيت. اتفضل. بس قبل ما اروح لبتروجيت عايز اعرف رايك ايه في قصه الكابتن احمد رفعت دي؟ كابتن احمد رفعت كابتني طبعا، واعتقد ان هو لم يكن يعلم ابدا انه طبعا على الهوا وكتير جدا ما احنا ممكن يعني انا وانت كاصدقاء بنتكلم كلام ممكن ما ينفعش يتقال على شاشه التلفزيون او يطلع للناس يعني. وبالتالي اعتقد ان الكابتن احمد رفعت يعني ما كانش يعرف برضه ان هو على الهوا. ما هو ما كانش يعرف. طيب. لكن ده ممكن يحصل يا استاذ محمد، يعني بيني وبينك كده ممكن انا قاعد معاك اتكلم في اي مواضيع تانية بعيد عن اي حاجه ما ينفعش انها تتقال بره يعني. لكن طبعا يعني شيء مش مقبول برضه. طيب نروح لبتروجيت سريعا. اتفضل. كابتن حلمي، بتروجيت اهتزت نتائجه مع بدايه الموسم، ومباراتين فقط وانقلب الحال سريعا واستعاد الفريق نتائجه الجيده. انتوا دلوقتي عندكم عدد نقاط لا بأس به 15 نقطة من 10 مباريات، تحتلوا المركز الخامس، ومقبول المركز ده مع قيادة فنية جديدة، مع خروج عدد من اللاعبين الأكفاء اللي كانوا موجودين في الفريق. تقييمك لبتروجيت حتى الآن بعد 10 مباريات، تلت الدوري يعني؟ شوف يا استاذ محمد، أولا برضه في بعض الناس برضه مش متفاهمة الأوضاع بشكل كويس. بتعمل مقارنات بين بتروجيت دلوقتي وبتروجيت السنه اللي فاتت. اولا كابتن مختار عمل انجاز كبير جدا لبتروجيت، وضعه في مصف الانديه الكبيره بدون كلام، وايضا سايب رصيد جيد جدا من اللاعبين في بتروجيت. لكن تخيل حضرتك الزمالك بدون محمود فتح الله، عبد الشافي، شيكابالا، حسين ياسر. تخيل النادي الاهلي من غير حسام عاشور، ابو تريكه، بركات، جده. الاربع لعيبه دول والاربع لعيبه دول، ما هو وضع الزمالك والاهلي في غياب الاربع لعيبه دول؟ هيتاثروا فنيا جدا. ما بالك ده الزمالك اللي بيساندوا جماهير عريضه جدا، والاهلي اللي بيساندوا جماهير عريضه جدا، وعنده ذخيره كبيره جدا من اللاعبين. ده حصل عندنا في بتروجيت. اولا في تغيير في الجهاز الفني، واكيد في تغيير في الافكار، في تغيير في طريقه اللعب. لعبنا ب4-4-2 بعد ما كان الفريق بيلعب 5 سنين ب3-5-2. هناك لاعيبه يعني مميزه جدا رحلت واصبحت مؤثره في انديتها. وليد سليمان لعيب سوبر، وليد ومحمد شعبان ومحمود عبد الحكيم، وغياب إيريك من اول السنه هداف الدوري المصري الموسم الماضي. دول 4 لعيبه مهمين جدا رحلوا عن بتروجيت. جه مكانهم لعيبه جديده بتحتاج وقت كبير جدا. دول كانوا مع التيم بقالهم 2 و3 و4، المجموعه اللي رحلت. فاللعيبه اللي جاي محتاج وقت كبير جدا برضه عشان ينسجم وعشان يتكيف مع الوضع الجديد مع اسلوب اللعب الجديد والكلام ده. لكن الناس برضه لما بتيجي تقيم بتنسى هذا الكلام كله. يعني للاسف، او بتتناسى
عن قصد. خد بالك، يقول لك ما بتروجيت نتائجه وحشه السنه دي. طب ما تعرف الاسباب ايه؟ لما تيجي تقيم كده تقيم باسلوب علمي محترم عشان تعرف الاسباب ايه. طب انت شايف الوقت الانسجام بدأ يعود للفريق مرة أخرى؟ أنا إلى الآن لست راضي. أنا لست راضي عن الأداء، عن مستوى بتروجيت. لكن أنا أعتقد بإذن الله في الدور الثاني هيبقى بتروجيت له شكل أفضل بكتير جدا من الشكل اللي هو موجود عليه. يعني أنت يعني مش عايز أقول لك تعد بإيه، لأن الكورة فيهاش وعود طبعا. بص يا أستاذ محمد، أنا اللي أنا أقدر أوعد بيه اللي أملكه. أنا أملك جهد وطاقة لن أبخل بيها على الفريق. وان انا يعني انا بهتم جدا بشغلي، وبدليل ان انا مثلا سبت التحليل عشان اتفرغ تماما لشغلي. ده اللي انا اقدر اوعد بيه، لكن ما فيش مدرب محترف يقدر يوعد باي حاجه. كابتن حلمي طولان، قبل ما اختم معاك، في ازمه بينك وبين السيد حمدي؟ مختلقه برضه. سيد حمدي لاعب، انا لعبنا 10 ماتشات، لاعب 9 ماتشات من 10. مظبوط. واخد بال حضرتك ازاي؟ سيد حمدي من اللعيبه المحترمه والمؤدبه جدا. وعلى فكره دي اهم ما يميز فريق بتروجيت، ان الولاد دول الاكثر احتراما. زيهم زي لعيبه الحرس. تمام. اولاد محترمين لاقصى درجه. بس ما كنتش بتعتمد عليه بشكل اساسي. بالعكس، سيد حمدي اساسي في كل الماتشات. ده اخر ماتش اساسي فيه كان النادي الاهلي مثلا قبل الماتش ده. لكن سيد بيمر بمنحنى ومنعطف غريب شويه. هو لعيب كويس قوي، لكن لما دخل في منظومه ودخل في اطار معين لسه ما قدرش يتكيف فيه، اللي هو اللعب المنظم. فدي مش كل اللعيبه اللي تقدر تندمج في هذا الاطار يعني. فهو محتاج له وقت، وانا بعالجه من هذه النقطه. لكن سيد، وبعدين انا لا اسمح ان يكون في مشكله بينه وبين لاعب. يعني اللاعب لاعب والمدرب مدرب طبعا، وليس هناك اي مشكله ولا اسمح بوجود اي مشكله. هسأل سؤالين بس اجابه في كلمه واحده. اتفضل. من اللاعب الذي ترغب في ضمه لبتروجيت؟ لا، في لعيبه كتير. يعني انا اتمنى مثلا احمد رؤوف، لعيب انبي، مهاجم انبي. طبعا. بتتكلم عنه دلوقتي؟ لا ما فيش كلام يا كابتن، والله ما في كلام. تمام. لكن تتمنى انضمه للنادي؟ اتمنى انه يبقى معايا لبتروجيت مثلا يعني. من النادي الذي سيستطيع الفوز ببطوله الدوري الممتاز؟ صعب. طب المرشح الاول من وجهه نظرك؟ انا من وجهه نظري ان لو المصري انا بعتبر ان النادي المصري احسن فرقه بتقدم كره دلوقتي في مصر. لو المصري كمل هيكسب الدوري، هياخد الدوري فعلا. انا بقول كده. طب نتمنى يا كابتن حلمي. والله كلنا نتمنى يا كابتن ده حقيقي يعني. كلنا نتمنى يا كابتن حلمي. افضل لاعب في الدوري حتى الان؟ شيكابالا. شيكابالا انا مستخسر شيكابالا ده يلعب في اسبانيا مستريح، في برشلونه، في الريال مستريح، وبدل ما هو يبقى 8 مليون جنيه يبقى 8 مليون يورو مثلا اكتر كمان. ده اللعيب الوحيد اللي يقدر يلعب في المكان. كابتن حلمي طولان، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا، وان شاء الله نتواصل في حلقات باذن الله. شكرا جزيلا كابتن حلمي طولان، مدير الفني لفريق بتروجيت. في نهايه الحلقه بشكر زملائي في الاستوديو وليد الحديدي واحمد فاروق اللي كانوا معايا في هذه الحلقه. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. غدا بمشيئه الله في تمام الساعه 8:30 مع حلقه جديده من كره اونلاين، وفي امان الله.